بسم الله. أنا اللطيف الطاهر بن محمد بن عبد الله، ساكن بدوار الحريشات، جماعات وقيادة المصودية، عملة شيشاوة. أنا اتهمت بأنني ترميت على بقعة تسمى بالتواغل، والمحروطة بحوالي 15 عبرة من الشعير، حسب شكايات المشتكيتان، كل من السيدة عمير خديجة وشقيقتها عمير رقية. هذه البقعة كيشرف عليها عون السلطة، الزوج ديالها الآن شيخ. هذه البقعة ها هي واقف بجانبها، هي مغروسة بشجار الزيتون والكاليتوس، ومحوجة بالصبر الصبار بالزرب كذلك. هاي كيخرجوا من منزلهم هاو كيدخلوا ليها، وجاب شهود زور، جاب شهود زور من واحد الدوار تهموني بأنني شيدت فيها منزل، هي لا يوجد فيها أي منزل. كيشهد عين المكان، كيشهدوا السكان. حنا المشكلة ديالنا ماشي على الترامي على التواغل كما صرحوا في المحضر التمهيدي رقم 2 في 2002 بتاريخ 18/2/2002. حنا النزاع عندنا حول بركة مائية، ها هي حنا غادي نشوفوها. حنا هاد البركة هادي هي بالفعل عمومية كيتجمع فيها ماء الأمطار. كانوا سلافنا جدادنا كيعمروها من الساقية مزقالف تا مزقالفت اللي كتجي من السد ديال تكركوس، كيقضيو بها الحاجة، أي يوردوا منها الماشية، كيصبنوا منها جداتنا ومواتنا أيام الصوف من القديم، من أيام فرنسا. هادشي كنعرفوه وكنعيشوه. هاد البركة هادي هي أمامي عندها هاد الحجرة هادي. هاد الحجرة كانوا كيغسلوا عليها الصوف، ها هي كتحتوي على مساحة ديالها تقريبا متر كاري، كنصبنوا عليها الجلالب وهداك الشيء. هذه البركة هاي كيتجمع فيها ماء الأمطار كما قلت، كتعمر بالساقية. هاي كنصبنوا فيها، كنوردوا فيها الماشية، كان نغلطوا منها الديور ديالنا اللي كتقصر ليه شي محل او خصو التراب او الياجور البريك الهبيل، كيجي يصنعوا هنا وكيديروا. هاد البركه حاول يمنعنا منها الشيخ، لانه هو كيدل بانه كل شيء ديال مراتو. موجود بها بير عمومي ها هو بجانبها، ها هو البقعه ديالهم هاي كتحرق، لا يوجد فيها اي منزل. هي موجوده بين، هي قدام ديورنا، هادو ديورنا حنا، هادو هما ديورنا حنا ورثة محمد بن عبد الله اللطيف. هادو ديورنا ومهلتنا. هاد البير ها هو الشيخ الان، هو الشيخ الان كان مقدم، راه طلع شيخ حبس عليها الماء من هنا باش ما بقيش يدخل ليها الماء، لا ديال الشتاء ولا ديال الساقيه، ودار عليها حتى الغبار ودار عليها الحجر، وسد وهرس لينا الجابيه ديال البير. ها هي كانت كتورد منها الماشيه، حيت ما بقيناش كنستعملوها، ولا الشاطو ولا الروبيني في الديار. الجابيه مشات، ها هي تهرست، البير هو تهرس. حاول باش يستولى لينا على هاد التراث ديال جدادنا. هاد البقعه ديالهم ديال مراتو ها هي محوجه بالدرك، ها هو كما كتشوفوا، ها ما فيهاش المنزل ديالي. حنا غادي نمشيو للمنزل ديالي. فين كاين المنزل ديالي؟ كاين في تصريف والديه. انا تربيت في منظمه وطنيه، عندي غيره على وطني، عندي غيره على بلادي. ما تربيت في منظمه، ما تربيتش باش غادي نتعدى نترامى ونشيد منزل ديال مرتعون السلطه وهو كيشوف والله كيشوف والسكان كيشوفوا. هذا شيء مستحيل. ها هنا غادي نمشيو نشوفوا منين حبس عليها على هاد الغديره الماء بصفه نهائيه، حوس عليها بصفه نهائيه. عدد من الشكايات داروا السكان. خرج السيد القائد في
2000 في 1997 وحدد ليه وحبسوا بحضور السكان، ولكن ما تراجعش، استغل الفرصه ديال السلطه انه هو كيقضي فيها حاجه وما سوقلوا مع السكان والو، وراه باقيين معاه في النزاع على هذا الشيء. حرط لها هاد الاطراف ديالها هما هادشي كله زادوا، هادشي كله هو زادوا كتشفي فيه السكينه. ها هو بس عليها الماء والمصرف ديال الساقيه اللي كان كيجي حرط وتسقط ليه الاثار. حنا باقي في النزاع، باقيين. المنزل ديالي انا اللي هو ماشي في التواغل ديالهم اللي ها انت اللي بيناتنا، مساحه ارض خاليه، هاي فيها طرقان على جميع الجهات، ها هي مساحه خاليه. هادشي اللي ها هو اللي هنا، هادشي اللي محروط هنا راه هو حابسينو عليه لانه هو عزادو قوه. وداك اللي جا المنفذ نفذ عليا مرتين. التنفيذ الاول اللي جاب لي فيه داري راه هي ها هنا غنمشيو لعندها. التنفيذ الثاني جا ينفذ لي هاد الارض بالحرط، هو والشيخ جابوا معاهم جرار وجاو باش ينفذوه، ولكن لقاو في الواجهه ديالهم السكينه ورفضوه، جراو عليه. ومول التراكتور قال لهم انا راه قال لي الشيخ راه محكوم ليا هذا الشيء، غير سير مع الشيخ والمنفذ وحرط، ولكن لقى في الواجهه ديالو السكينه. وراه داروا عده شكايات السيد الوكيل بمينتانوت والسيد الوكيل بمحكمه الاستئناف، والارقام ديالهم كاينين وعددهم، وحتى شي حاجه ما كاينه. وداروا شكايات للمحكمه وحتى شي حاجه ما كاينه. داروا وقفه احتجاجيه، جات اللجنه، هو تدرج تخبى، خلى غمرته كتصارع مع السكان دون شيء. هذا المحروم هذا دار حدودات وهميه على هذيك البقعه المسمى التواغل. هذوك الحدودات الوهميه ما كايناش عند التواغل، كاينه على محروم. ها هو راه كيحتوي على اكثر من 30 هكتار، راه المساحه ديالو كبيره. هو خاص برعي الماشيه ديال الساكنه الدوار، ما محوش. واليوم الشيخ صبح مقدر علينا، على الساكنه، على الدوار والناس المساكين، وبي يغرم وجاب نفوذ ديالو اللي هما اولادهم كيتجروا في الارض، الاملاك المخزنيه هنا في المنطقه. وانا راه كنتحمل المسؤوليه، جميع اللي نطقت بها، وعندي الادله وعدد من الشكايات درت على داري اللي تهدمت هاي بالتنفيذ. جا المنفذ وينفذ جوج التنفيذات اللي دار عليا الشيخ. واحد التنفيذ بالنفوذ ديالو بشهود الزور اللي جاو من دوار اخر، وواحد التنفيذ داروا عليا بواحد ولد عمو اللي هو مدمن رحمه الله يغفر ليه، مات بالادمان، شهد فيا في واحد الحكم ثاني. وهو فاش جا المنفذ الاول اللي جاب لي فيه داري، وجاو السكان قالوا للمنفذ ولدي هذا الدار راه ماهيش في هذه البقعه ديال التواغل ديال هاد العياط، راه لا علاقه، راه في بلاد هاد الناس هادو، بلاد هاد عائله اللطيفي، راه وارثها من والديه وراه معاه فيها الوراثه. قال لهم انا ما جيتش نبحث، انا جيت ننفذ داكشي اللي قال لي المقدم في هذيك الوقت، وهو راه حاليا شيخ. داكشي اللي قال لي هو ومراته هو اللي غادي ندير. وخرجوا لي البتيات ديالي وخرجوا لي البهيمات ديالي وجابوا القروه والقوه وريبوا لي داري. عدد من الشكايات لوزاره العدل، وزاره الداخليه، الوكيل العام، جلاله الملك. هاني باقي كنتردد، وراني محكوم دروكا انا والاسره ديالي مهددين بالحبس. حنا كنتسناو امتى ندوزوا الحبس، ظلم وزور. ها داري هاي هي فين حدي ولادي تشردوا، راهما مشاو هاجروا للمدينه بوليداتهم، راهما مضاربين مع الكرا، ازمه الكرا وقله العمل. ها داري هاي بعيده، ها هي بيننا مع محروم. هذا هو المحروم. علاش حنا علينا، علاش كاين النزاع؟ ما كاينش على داري في بلاد والديه ولا على التواغل اللي شهدوا به النفوذ ديالو، اللي هما من دوار اخر اللي هما ولادهم دايرينهم كيتجروا في الارض وكيحاولوا يخلقوا البلبله في البلاد، المفسدين. والاداره اللي هي كنشكي فيها وكانت تظلم. كنطلب شهاده اداريه للاحتياج باش
باش نشد محامي في مساعده قضائيه، كنطلب مساعده القايد وكيقلب عليا الطابله امام جماعه كبيره، قلب عليا الطابله بالملفات ديالها. ترددت على رئيس الدائره عدات مرات، ترددت على العماله عدات مرات، ما عطاها لي حتى فات الاوان ديال باش تصلح العارضه النقد. وها هي عندي بانه ترفض لي، داروا لي اسقاط الطلب بانه ما جاش، ما تصلحتش العارضه في الاجل القانوني ديال 60 يوم. داري ها هي هاد البقعه هادي كيتصرف فيها اباء عن جد، وشهدوا بها الشهود وشهدوا بها السكان والكليزات. كنديروا فيها المدارس الفلاحيه، المدارس الفلاحيه ملي كنا كندرسوا بالدواب وبالبهايم بالعودات، وكنديروا هنا القراض ديال التبن كيبقاو هنا مدات سنين. ها هي دابا الوقت كاين شويه الجفاف، تابع الجفاف، ما بقاتش هذيك العاده قلال، ولا ديك البركه اللي كاينه كنهزوها ندخلوها للديار. ما كاينش السياطه اللي هي كاينه في القبيله، اللي كان القربوس كيقعد 5 سنين او 6 سنين حتى ما بقاش يصلح الماكله، ما بقاش هذاك الشيء، ولا الجفاف. انت كنديروا هذه المدارس الفلاحيه يلاه درسناها البارح في الليل. ها هي في هذه البركه قليله الحمد لله، هي كندخلوها غير للدار، ما بقيناش كنديروها. المحروم اللي هو بغى يستولى عليه الشيخ، راه كثير، راه الا بغينا ندوروه راه خصنا ليه ساعتين ولا 3. راه فيه كثر قدروه الناس ب 30 هكتار، ودار ليه حدودات تما على حسب التواغل. بهذيك البقعه التواغل بغى يستولى على بقعتي انا اللي هدم لي فيها داري، ها هي، وبغى يستولى بها على المحروم ديال الدوار، ولكن لقى في الواجهه ديالو السكان. نلعوه باش يقيس هذيك الارض. واليوم انا راه كناشد جميع الجهات المسؤوله، راني ضعيف الحال، راني بغيت حقي، راني ما صبرتش، راني كنترجى من الله مولانا تبارك وتعالى هذا الصوت ديالي يسمعوه المسؤولين. كنترجى ان شاء الله يسمعوه المسؤولين ويستدعوني يعيطوا عليا ويقولوا لي اجي يا لطيفي راك كتكذب ولا راك كتقول الصح. راني بغيت داري، بغيت نرجع وليداتي، راني بغيت نرجع وليداتي، راه ما يبقاوش في الهجره، ما يبقاوش مضرين. راه هذا حرام على هذا الشيخ والاعوان ديالو وكل من كيساعدوا في الادارات. لا اله الا الله محمد رسول الله. راني غادي نموت شاهد على حقي، راني مهدد بالحبس انا والاسره ديالي. راني كنرفع النداء ديالي جميع الحقوقيين، راه جميع الجمعيات اللي عرفت راني قدمت لهم الشكايات. راه لا اله الا الله، راني باقي كنتسنى الانصاف. راه الشكايات ديالي عند وكيل العام في محكمه الاستئناف بمراكش، محكمه الاستئناف اللي تحكمت بها. شديت البراءه في الابتدائيه، ملي خرجت المحكمه الابتدائيه هنا لعين المكان، لقاتنا منازعين على المحروم، وداك الشيء اللي صرحت به انا عند السيد القائد في المحضر التمهيدي رقم 2 في 2002 بتاريخ 18/2/2002. داك الشيء اللي صرحت به لقاته المحكمه الابتدائيه ملي خرجت لعين المكان، ولقات هذوك الشهود الزور كيتناقضوا، وشهدوا الناس بانه هو الناس بالدوار بانه هو راه كاين هذا النزاع راه كاين حول المحروم البير والغديره العموميه اللي بغى يستولى عليهم الشيخ والنفوذ ديالو. وهذا اللي كنترجى من الله مولانا تبارك وتعالى باش يكون شي مسؤول يسمعني، يسمع صوتي، والجمعيات وجميع الجهات المعنيه لما فيها القائد، العامل، الوالي، الوزير، اي مسؤول في هذا الوطن ينقدني، ينصفني، نصفني لله، نقدوني. راه ما صبرتش، راه صبري راه صافي، راه ما بقاش، راه تحد. وهذا هو صوتي، كنتمنى يوصل لكل الجهات المعنيه. والسلام عليكم.